مرحبا وأهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين أينما كنتم في برنامجكم المميز مشاهير دي زاد. اليوم جيناكم إطلالات الممثلة شيماء عطلة بطلة مسلسل بنت البلاد في تصديراتها المتنوعة ورائعة. تابعونا لا تفوتوا التفاصيل. نبدأ بأول إطلالة. الزي القبائلي التقليدي اللي كان قمة في الأصالة والجمال. اللون الأبيض بتطريزاته الحمراء والخضراء أعطوا للعروس هيبة خاصة وزادتها المجوهرات الفضية لمسة تراثية قوية. الإطلالة كانت فخمة راقية ومليئة بالتفاصيل التقليدية من القلب. ومن بعد العروس بدلت الأجواء لون وردي مع روب نيلي اللي كان قمة في الرقي. القماش خفيف والتطريزة لامعة فوق الذراعين والأطراف أعطوا طلة ناعمة وأنثوية بزاف. تسريحة الشعر مع الإكسسوارات الناعمة خلوا الإطلالية ملكية بكل المقاييس. الإطلالة الثالثة كانت شوية 100%، فستان أخضر بزاف فاخر مليان شغل يد ذهبية متقونة، ألوان اختيارية بعناية لأنه جاء مع ملامحها ومع المكياج اللي كان هادئ وبنفس الوقت لامع مع إكسسوارات شوية فوق الرأس زادوها إطلالة وهبية. ومن بعد لبست الفرقاني الملك تاع الإطلالات العرائس الجزائرية، التطريز ذهبي دقيق على المخمل أسود عطى فخامة لا مثيل لها. التنسيق كان احترافي عقد قلادة خلخال، وحتى لون الروج كان كل شي متناغم جدا وكانت أروع إطلالة لها. وأخيرا إطلالة فهي زي الحنة التقليدي اللي كان مسك الختام، اللون القماش التفاصيل وحتى الحلي الذهبية كلهم اجتمعوا باش يقدموا صورة جميلة للعروس الجزائرية الحقيقية بكل معاني الكلمة. ما شاء الله عليها وربي يهنيها. وبهذه كانت هذه أجمل تفاصيل إطلالات العروس التي أبدعت في جمع بين التراث الجزائري واللمسة العصرية. قولونا في التعليقات أي إطلالة شدتكم أكثر. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. نلقاكم فيديو جديد، دمتم في رعاية الله وحفظه أعزائي.